السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل مع بعض وصفة مميزة جدا. ما بعرف نسميها كوكيز، نسميها دفشنيوت، نسميها بسكوت لوز، نسميها غريبة، زي ما بتحبوا، بس هي تحفة. خلينا نبدأ بسم الله ونشوف مكوناتها. أول إشي بطحن اللوز. الآن بطحن العين جمل. هيك بعد ما طحنت العين جمل واللوز، الآن بدي أضيف الإضافات التانية. عندي بيضة، سكر، والمقادير كلها هكتب لكم اياها تحت الفيديو ان شاء الله. بيكنج باودر، بشر برتقان، ورشة من الملح. الآن بخلطهم مع بعض. وهيك بعد ما عجنتهم مع بعض، وعندي هين صحن فيه سكر بودرة، والصينية اللي حتدخل الفرن فيها ورق زبدة. بعمل كورة بالشكل هذا، وبغلفها بالسكر البودر، برتبها بالصينية. وهيك بعد ما رتبت حبات الغريبة بالصينية، الآن حدخل الصينية الفرن على درجة حرارة من 160 ل 170. طلعت الغريبة من الفرن، أخذت بالضبط 8 دقايق. الآن لما بتطلعوها بتكون كتير طرية، فما تقلقوش، مجرد ما بتصير في جو المكان بتشد وبتمسك. شوفوا لي هالجمال، شوفوا. شوفوا يا إلهي قديش طيبة، بتجنن. من أطيب الغريبات اللي عملتهم. مش بدي أقول لكم تحفة.